قال يابا اجعلني لك وما أملك فداء يا عز واحنجلي من العمر الطويل. طبعا هذا القصيدة حصل موقف وضغوط على الوالد وديون، فكتبت له هذه 8 الأبيات ورسلته. قلت يابا اجعلني لك وما أملك فداء يا عز واحنجلي من العمر الطويل، لا تكترث لو حدنا وقت الردى، ترى الشدايد ما تحد إلا الأصيل. وانا اخبرك يا والدي ثم العداء، كالحيد الاصيم لا يحيل ولا يميل، فكل عوجابان رجعها قدا وان ما استوت نحد ابوها بالصميل. والجيد يصبر لو بدا له ما بدا، يصبر ولو حمله من ايامه ثقيل. برك على احمالك وريح واسعدا، من بعدها يلين ذي هو مستحيل. واحنا بعون الله سيفك في اليدا، في شدتك للوقت قد شب الفتيل. وانا اسال الله السكينه والهدى والمغفره والعفو والحظ الجميل، والمغفره والعفو والحظ الجميل. وسلامتكم.